انه اغلب المرضى اللي موجودين في العياده هم من دول الخليج. ما شاء الله تبارك الله يا دكتور محمود، عرفنا انه انت ما شاء الله من رواد هذا المجال او رواد الحقن المجهري في مصر. وعرفنا برضو انه اغلب المرضى اللي موجودين في العياده هم من دول الخليج. فكيف يتم الموضوع هذا يا دكتور محمود؟ في الحقيقة طبعا احنا يعني عندنا عدد مش قليل من الحالات اللي احنا بنسعد بيهم من الدول العربية والدول الخليجية والدول الخارج مصر بشكل عام يعني. حتى في الدول الغربية لينا ليبيا وتونس والجزائر والسودان طبعا واليمن وكل هذه الدول كل البلاد العربيه ما شاء الله. بالظبط. مم. بالإضافة طبعا للمملكة العربية السعودية والسعودية بالتحديد. أنا بعتز جدا بالحمد لله النجاحات اللي احنا عملناها مع هؤلاء الأزواج يعني. خلينا نقول لحضرتك ان احنا هنا في مصر بنفخر ان احنا عندنا مستوى متميز جدا من الحقن المجهري الناجح والمميز جدا. وده ليه؟ ده لأسباب كتيرة جدا. أول سبب فيهم إن إحنا ما شاء الله عندنا مراكز محترمة جدا فيها تقنيات حديثة جدا من أحسن التقنيات اللي موجودة في العالم، في أوروبا، في أمريكا، في الهند، في الدول اللي هي مكتوبة إن هي من رواد مجال الحقن المجاري في العالم. رقم اتنين، احنا عندنا أطباء في مصر لا شاطرين جدا في مجال الحقن المجاري حقيقي، واخدين الموضوع صنعة وحرفة، وفاهمين هم بينشطوا ازاي، فاهمين هم بيعملوا ايه، فاهمين بيسحبوا ازاي وبيزرعوا ازاي. ويطوروا نفسهم ما شاء الله بز- تبارك الله ومواكبين برضو. بالظبط. ايوه. عندنا كمان الجو المناسب في مصر اللي بيخلينا سعداء باستقبال الحالات اللي بتبقى جاية كده كده تقضي اجازتها في مصر، مم. فبالمرة بتعمل هذا الاجراء معانا. كمان احنا بقينا قادرين او عندنا طريقة نقدر ان احنا نختصر زمن هذه الرحلات لاقل درجة ممكنة. الموضوع ما بقاش زي زمان بقى هاتي حاجتك وهاتي شنطك وتعالي اقعدي معانا مم. شهر عشان تعملي حقن مجهري، لا خالص. القصة في اسبوع واحد بس بنخلص كل الاجراءات ونعمل العملية ونعمل السحب وبنعمل الزرع. وقبل كده بنبقى بنحضر بقالنا اسبوعين عن بعد، وبعد كده بنتابع اسبوعين عن بعد. فبقى في دلوقتي منظومة متكاملة عندنا في العيادة في المراكز ان احنا ازاي نحضر الحالات عن بعد ونشوفها ونتابعها اونلاين ونتابعها في مجموعة من الساتلايت كلينكس اللي احنا متعاقدين معاها في معظم المدن العربية الشهيرة جدا زي جدة مثلا وزي الرياض وزي مم. دبي وغيره. نقدر ان احنا نتابع الحالات بتاعتنا في هذه العيادات او عن طريق الانترنت او عن طريق الاونلاين كونسلتيشنز لحد هذه الحالات ما تجيلنا بشكل مباشر في يوم محدد في ساعة محددة من المطار للمستشفى للأوتيل للمطار مرة تانية. شكرا، الموضوع انتهى في خلال 5 أيام بشكل سلس جدا وبسيط وبدون وجود أي عواقب أو معوقات لحاجة زي كده.